ومن بعد ولاو 5 ومن بعد اجنبي 1 ويدرسوا. ما بداوا في الاحتراف الصحيح نتاع كرة قدم لما كل نادي عنده ستاتيو يخدم عليه وصفر مليم في الروج. معناتها مو سهل حكوا رؤوسهم بداوا في الاحتراف، خاطر الاحتراف مقابلها مادي، مقابل مادي، وما تلقاش ليكيليبر، ما تلقاش روحك، والعام في جورة خو هذا اللي خلطني الواحد. او كي بديت لك بالنوادي باش تفهم علاش ينظموا في كوب دي مون، خاطر كي تبدا النوادي معدله يبدا الاستثمار مريقل في البلاد وتبدا الامن مريقل في البلاد هذيك، راهي الدوله تنجم تخدم تيراناتها وتخدم المنشات نتاعها والنزل والسياحه على خاطر مربوطه بالسياحه. شوف صاحبي كل الشروط تاع كاس العالم شنو هي؟ الارض، سيرفاس تاع الارض، الامن والمنشآت والسياحه في البلاد هذيك، هذوما كلهم متوفرين في المغرب قبل الناس الكل. يمكن السعوديه عندها اشكال اللي هو الكحول، هذا اللي مش لاقين له حل، معناتها كيما صار في قطر تعرف تشدد في السعوديه اكثر من قطر. هذا يمكن الملف اللي نتاع السعوديه اللي مازال يعطلهم، على خاطر السعوديه مثلا اتو مومون تنظم كوب دي موند كيما المغرب توا كان يعطيوها ل 2026 تقدر تنظمها ماليا كرويا وتنظيميا. جربوا الكواس العالم للنوادي وتفرجنا في التنظيم وتفرجنا في الافتتاحات وكل، والمنشآت موجوده في المغرب. شوف صاحبي كل نادي في المغرب عنده كار، زوز كيران كبار وميني بوس تاع لي جون، وواحده منهم الكبيره. هذوما ليكيبمون ما نحكيوش من ديفيزيون 3 وانت ماشي، هذوما راهو نمشي لك لي بتي ديتاي. صالح ساير ويعرف، راهو كي نقولوا في جمعيه ما فماش ماء العباد تغزلها عادي، معناتها كان ما لقيتش ماء راهو لاستوبلاست والباقي نتاع التدريب ما لقيتوش، وانت كنت رئيس نادي في نادي صغير وتعرف المشاكل هذه اللي تلقاها اليوميه اللي هو فيها استراتيجيه وفيها تنظيم. ولذا كاس العالم هذه 2030 عادي راهي المغرب تاخذ التنظيم نتاعها عادي جدا. سي العربي والله هو بكل صراحة سي صاحبي كي تشوف تو قاعدين نشوفوا للمغرب بكل صراحة ملاعب كبيرة. أنا المرة الأخرى شفت جمعية في الديفيزيون 3 في المغرب عندها ملعب يهز ما يقارب يمكن 20,000 بالجماهير. أنت بكل صراحة المغرب تطورت هي كبلاد، تطورت وطوروا رواحهم، ويعني كما نقولوا فيها المغرب تستاهل باش تنظم كأس العالم وقادرة بكل صراحة. وبرشا بلدان عربية مشيت لها انت سامحني، مشيت لها المغرب؟ اي مشيت لها هي. لا بلاد شفت المنشآت موجودة، شفت الامن، شفت السياحة، بلاد منظمة شفت نظافة البلاد، بلاد مستقرة عندها نظافة البلاد، ما صارتش فيها مشاكل، ما صارتش فيها ما تعرف برشا بلدان ربما عربية زاد صارت فيها الثورات اللي رجعتهم 50 سنة التالي. المغرب بلاد المغرب من قبل الثورة، اي من قبل قلت لك من قبل الثورات العربية ما صار فيها شيء، ما صارتش بلاد مستقرة، دولة واقفة. علاش العباد المستمعين سامحني العربي المستمعين باش يفهمونا علاش نقولوا ريت المادة نظيفة؟ العباد يقول لك احنا نحكيو كورة على المادة ونبداو العباد اللي استفهم مازيرو كيفاش تبدا بلاد يخدموا فيها. لو تلقى بلاد نظيفة تلقى العقلية مقابل هذيك، مش كيما احنا عندنا ساعات حالات تبدا تسوق قدامك يعمل هكا نحن 10 سنين ما تعرفش شكون يحكم، 10 سنين ما تعرفش شكون يحكم، 10 سنين ما تعرفش شكون يسير في البلاد. تحب تلقى ملاعب وتلقى شوف هذه الانجازات نتاع المغرب نقولوا عليها، رانا احنا عملنا انجازات، راه ما ننساوش رواحنا وقت اللي كنا مستقرين كان عندنا نظام واقف 94 كان عندنا سلطه نظمنا كاس العالم للاوسط ما ننساوش نظمنا زوز كؤوس افريقيه في جرة بعضهم ما بيناتهم 8 سنين الالعاب متوسطيه، عملنا الالعاب المتوسطيه ما ننساوش على بوشرات شكوننا سي صالح؟ اي نعم هذا شكوننا اي بسم الله. لا وهذاك شنو السر نتاعو؟ السر هو الاستقرار. المغرب دولة مستقرة، دولة عندها بخلاف اللي عندها الامكانيات وتعرف تستغل الامكانيات نتاعها، هي دولة مستقرة. نعرفوا فما ملك ما فماش مش احنا هنا من اللي جات هالفوضى نسميها انا فوضى. شوف الدول اللي جات الفوضى هيك تعاني توا، ليبيا تعاني، تونس تعاني، مصر تعاني، هلا غالب هذا عدم الاستقرار. دونك هنا قادره تعمل ما تعمل. احنا توا تظهر لنا المغرب تظهر لنا اللي هي انجاز، ما هوش انجاز، احنا بامكانياتنا اللي كنا امكانيات اضعف برشا من امكانيات المغرب. وشوف شكون عملنا كوب دي موند جونيور، عملنا دو كوب دافريك، عملنا الكوب دافريك هوندو فولي. شنو معناتها على المغرب؟ ما فهمتكش يا سي. لا معناتها رانا احنا كنا سباقين
المغرب احنا وين توا سي سالح؟ وين كنا تو؟ سباقين. هاني قلت لك السبب يا اي معناتها هما استغلوا الظرف. بشوي. لا مش استغلوا، هما بطبيعتهم يلزمهم يعملوا اكثر من لا 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 سي صالح استغلوا الظرف. وقت اللي احنا في الثوره خرجت المعامل من عندنا ورسل الاعمال الكبار استقبلوهم هما. خلينا نحكي لك عاد. مش اسمعني. لا 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 خلينا نحكي لك هذه. هاني مش نجاوبك عليها النقطه هذه بالذات. شو عادي جدا وقت اللي انسان مستثمر يكون في تونس بامتيازات تصير فوضى في البلاد وما عادش ينجم يخدم باش يلتجي وين؟ اول دوله من قريبه لتونس يمشي لها بعد تونس مش قريبه لتونس. تونس كانت قبل. شو عمل لهم السلطه غاديك؟ ما اسمعني شو باش نقول لك. كيف استقبلهم هما؟ يعني سي صالح كلامك صحيح، استفادت من الشيء اللي صار لنا في تونس. اللي صار لنا استغل. هي عرفت تستغلوا. اسمعني شو بالله خلينا نكلم كلمه سيدي. نعطيكم بعد كمل. شو بكل تواضع وهذا شيء نعرفه واثق منه لاني انا ملم به. الاشقاء الجزائريين والمغاربه كانوا قبل منبهرين بتونس. كنا نعلموا فيهم. يقولوا هنا يقولوا كيفاش انتم اش عاملين وتوا بيان يا سي صالح بربي على توا. يا سي صالح يا سي صالح ما هي مشكلتنا سي صالح ونشاطر كلامك 100%. بقينا نبكيو على الاطلال احنا وقت الناس تخدم وتريكوبيري وترقع وتصلح وتطور. جاو ناس عطلونا. جاو ناس مش ذنب الشعب. مش ذنب الشعب. لا خطيه الشعب. جاو ناس وخرونا 50 سنه. لا مش وخرونا عطلونا. وقت اللي يجي ويعرف اللي غدوه العربي وقتلوا فينا الطموح. شو التونسي يقعد وقت اللي يجي غدوه تيجي عندك كرش وطموح. وقت اسمعني وقت اللي يراه المستثمرين كما قال لك خارجين ومغادرين ويراه في الناس وقت اللي يقول لك تونس ماهيش ديستيناسيون باهيه ويراه لاجونس دو فواياج يقولوا هاو عندك المغرب وعندك وما يقولوش تونس باش يبعثوا هنا بتفهم كل شيء. اما المغرب سامحني مش ما نغلطوش الناس. راهي المغرب في 2030 دوسي مع اسبانيا والبرتغال مقدم دوسي. اي بيان سور مش وحدها. هذه ندخلوا في امور ماليه ما عادش كل بلاد تنجم تنظم وحدها. كوب دي موند هذه امور سياسيه ولات بالبلدان. لا نكلمك عاد سي مش سياسيه. مش نقول لك ولات امور سياسيه عالميه. مش سياسيه. 48 دوله ولات. صحيت ما عادش فما دوله تنجم تستقبل 48 بلاد بالببليك. السعوديه امريكا ما تنجمش تستقبل 48 بلاد. تو هذا كلام تو. امريكا ما تنجمش تستقبل 48 بلاد. لا هاي باش تنظم معها زوز 2026. ولات امور سياسيه. شوف الكره كما قال صاحب مقبليكا ما عادش كره قدم. فرصه للناس. ولات امور بوس خوك. حتى في السياسه بلدان ولات تنظم مع بعضها. فما امور اقتصاديه امور سياسيه امور ماليه. اما تو باش نرجع لك على المغرب بربي. خلينا نوضحوا ونرجعوا للمغرب. راهو 2030 مش سير راهو كونفيرمي باش لا دوسي قد ما تدوسيها. اي نعم. شوف وقت اللي استغلت المغرب ما قالت لهمش هيجي حل مشروع وني خلنا نحيلك فلوسك. قالوا لهم الارض اللي تحبوها موجوده 5 سنين نت دامبو توليو تخلصوا بعد 5 سنين المغرب. وقالوا لهم اليد العامله مستحيل تجيب لي من برا. مديرين جيب على روحك انت يا جابوني يا الماني يا طلياني يا اسبانيوري. يد العامله مغربيه و5 سنين نت دامبو ونعاونك حتى في البنوك. هاو كيفاش تستغل الفرصه. وانت تقول لي سامحني تقول لي وقت اللي خرجوا احنا الوقت اللي المشاريع خرجت من تونس اللي هو نرجعوا شنو اللي تمس فيها كي خرجت المشاريع هذه لي سبونسور اللي انت حكينا فيه ذكر قبل. قلت ما عادش فما واحد مش لاقي باش ياكل على خاطر اكبر اسامي العباد منكم ما تعرفش تتصنت فينا في الكوره. ربطنا الكوره بالامور السياسيه وكل على خاطر اكبر مشاريع واكبر اسامي نتاع ماركات حتى بتاع حوايج خرجت من تونس مش تيجي للمغرب. انا متفائل تونس باش ترجع بحول الله. اسمعني قلت ربي شو صاحبي بخلاف المغرب. خلاف المغرب وهذاك كنت تقول لك فما السعوديه فما مصر فما اليونان. لا السعوديه الاشقاء السعوديين قاعدين يعملوا في ثوره رياضيه رونالدو عليه جابوه. صحيت من اجل حلم 2030. رونالدو عليه جابوه. السعوديه ومصر وتوا ميسي خطوا الميسي. الوكيل الاعمال ميسي في السعوديه. بوه هو السعوديه مصر والامارات. هذا الثلاثي العربي اللي ونقول لك حاجه يا صاحبي وانا متاكد اللي الملف السعودي ملف كبير برشا يكون ملف ثقيل. واسمعني ومش تمشي باش تفوز بها الثلاثي اللي سميناه مصر والمغرب. انا نفسر لك حاجه على السعوديه بحكم نعرفها مليح. الملف نتاعهم واضح وموافق عليه الناس الكل.
يجي نقول لك يعني اوتوماتيكمون ماشي غادي. ماشي للسعوديه. اي خويا اسمعني برئيس الفيفا خويا. باللي تحب انت ورا لا، ولا يستاهلوا الاستقاسيه. زرعوا وبداو يحصدوا خويا. دقيقه صعب تحكي لكم باش تفهموا بلد متطور ياسر وباش تعرف المستمعين. تفضل. راهو كي تجي تلقى ديفيزيون 2 فيها الفار، كي تجي تلقى ديفيزيون 2 في السعوديه راهو تلقى 300 كيلومتر تمشيها بالطياره ما تمشيش على البر. كي تجي تلقى اكبر مدربين يرينيو في الدو على خاطر فما المقابل المادي. كي تجي تشوف التيرانات بتاعهم، تشوف المدينه السياحيه يعملوا فيها ل 2030 رغم اللي الخريطه نتاعهم الخريطه الجغرافيه نتاعهم ما عندهمش برشا بحر. شوف المدينه الرياضيه يحضروا فيها السعوديه. الملف تاعهم عندهم مشكل اشكال برك وحكيت فيه اللي هو امور المشروبات الكحوليه. نقول لك هذا خاطر جاي الانجليز التوجه اللي ماشيين فيه يلفون اكسكلور مكه والمدينه. يقول لك مكه والمدينه اماكن مقدسه مش تقعد مقدسه بالنسبه للولايات الاخرين السعوديه